يعني لو سجدت والإمام راكع أو ركعت والإمام ساجد ثم انتبهت أن الإمام راكع أو ساجد فتبعته وجاءت بالركن الذي فاتها بحيث تداركت الإمام أو لحقت بالإمام في السجود أو السجدة، يعني كما يقول العلماء إذا تأخر المأموم عن الإمام بركن أو ركنين فلا يزال متابعا للإمام وهو داخل الجماعة. هل النية لازمت أن تكون مقترنة بالفعل؟ وما المراد بنية المؤمن خير من عمله؟ النية كما قلنا تكون متقدمة على العمل وتكون مقترنة به، أي لا تخرج نيته عن قصد العمل الذي يؤدي، وإلا لم يكن عاملا، فإنما الأعمال بالنيات. أما نية المؤمن خير من عمله هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يستدل به المتكاسلون المفرطون المضيعون، يقولون أهم شيء النية ودعك من العمل، فالنية خير من العمل، وهذا كلام غير صحيح. النية والعمل